من علم الفلك، هل له علاقة بظاهرة الأبراج اللي عن طريقها بيتم تحليل شخصية إنسان والتنبؤ ببعض مواقفه في المستقبل؟ هنتكلم في الموضوع ده تحت عنوان مهم، إيه هو؟ تحرير العقل والأديان من الخرافة. وده هنخصص له شوية حلقات، هنعتبر النهاردة أول واحدة فيهم، وهنقول ان علم الفلك من اقدم واهم العلوم اللي بتهتم بدراسه الكواكب، النجوم، الاقمار، بترصد الظواهر اللي بتحدث خارج نطاق الغلاف الجوي، والعلماء بيستخدموه زي ما كلنا عارفين لمعرفه وتوقع بعض الكوارث الطبيعيه، حاله الطقس. في مصر مركز علمي مهم جدا اسمه المعهد القومي الفلكي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. الفرق بين علم الفلك والتنجيم أو الخرافة، ولماذا تحولت النبوءات من عالم المشاهير فيها روحانيات، فيها طبائع، من خلال التفاعل ومن خلال إرادة الإنسان هو اللي بيخلي الكواكب تتأثر عليه أو لا. إلا إننا ما بنقولش إن الكواكب ده محرم، ده حرام، ما بنقولش إن الكواكب لكننا نستخدم اتصالات فلكية. الكواكب والأجرام السماوية بتتحرك في السماء بتشكل زوايا معينة، يعني أنا اسم حاسب فلكي من خلال اتصالات معينة، اتصال معين سواء سعيد أو نحيس بيدل على حادثة أو حاجة معينة هتحصل على الأرض. إحنا بنعيش أحداث بداية نهاية الزمان، بداية من ثورات الربيع العربي. فالناس مهتمة، ما يقدرش أقول دلوقتي، طبعا في توقعات بنصدرها أنا وزمايلي، توقعات فنانين، توقعات مشاهير، لكن الأحداث اللي هنا بتفرض إن إحنا نقول للناس مصر أو العرب أو العالم رايح على فين. توقعاتي اللي بتوقعها أولا لمصر الفترة القادمة، طبعا حكومة المهندس إبراهيم محلب هي حكومة مؤقتة، تليها حكومة دائمة في ظل تولي المشير عبد الفتاح السيسي الذي توقعت أنه سيكون رئيسا لمصر وصاحب مصر كما هو مذكور في النبوءات القديمة. هو ستكون في أمريكا بقيادة الطبقة الوسطى، بعيد الطبقة الوسطى. سنشهد موجات هجرة جماعية لأول مرة من أمريكا، من الولايات المتحدة إلى كندا وأوروبا بعكس المتوقع. سنشاهد مخيمات للاجئين، انفجارات، تعطل شبكات الكهرباء. القرآن ولا من السنة ولا من الحديث ولا من قول الصحابة ولا لأي سند شرعي. مصطفى أغا، انت حر.